أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، البعض يتساءل: كيف يا أصحاب العلم والمعرفة، يعني هم بيحسنوا بنا الظن فيخاطبوننا هكذا، كيف أعرف أنني على الطريق السليم أو الطريق الصحيح أو على الصراط المستقيم الذي أدعو الله كل يوم على الأقل 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم. كيف، ما هو المقياس الذي يتبين لي أنني أسير على منواله أنني على الصراط المستقيم؟ في مقاييس. رقم 1، يعني أفضل ما يتقرب العبد إلى ربه ما افترضه رب العباد عليه، الالتزام بالفرائض. لا تقل لي يوما ما إن إنسانا قلبه أبيض ونيته صافية ويعمل الخير لكنه لا يصلي، لكنه لا يزكي، لكنه يستطيع أن يحج ولم يحج، لكنه يؤذي أولاده وزوجته، لكنه متعدي على حدود جيرانه، لكنه يظلم من يعمل معه، لكنه يخون صاحب العمل في العطاء والأخذ بهذا المنطق. أقول له: لا يستقيم هذا مع ذاك. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذه مقتضيات وثمرات هذا العمل. الصيام للتقوى والمراقبة، الحج للمغفرة، العبادات المختلفة التي يصنعها الإنسان. إذن أحب ما يتقرب العبد إلى ربه الفرائض التي كتبها رب العباد عليه. الأمر الثاني النوافل. لا يكتفي ب2.5% من الزكاة، لا يكتفي بصلاة الظهر، لابد قبلها من 4 ركعات، بعدها بركعتين، بعد المغرب في ركعتين، قبل الفجر في ركعتين، الصبح في ركعتين، بهذا المنطق. فالإنسان مع الفرائض تأتي النوافل. ثم مدى قربي من الإكثار من تلاوة القرآن وتجديد العهد مع الله وإدخال الشحنات الإيمانية إلى قلب العبد، وكلام الله سبحانه وتعالى من أوامر ونواهي وقصص في كتابه العزيز، يجب أن أتوقف عندها. ثم العمل أو العلامة الرابعة أن ما هي الاستشراقات أو ما هي الإشراقات التي تشرق في قلب العبد حتى يتبين لي أن هناك ثمرة لهذه العبادة. يعني العبادة لها حلاوة، والحلاوة هذه يجب أن أستشعرها. يعني الناس كلها الآن مهمومة بهمومها، ده دليل على أن انطماس بصير، ليل نهار شكوى، في الصباح شكوى، الظهر شكوى، بالليل شكوى. طيب وبعدين؟ ثم بعد نشكو من لمن؟ نشكو الخالق للمخلوق؟ فهذا كلام غير وارد. يعني دليل على أن لست على الصراط المستقيم أن أكون كثير الشكوى، أن أكون كثير النظر إلى الناس من علي، أن أكون كثير أن ألمز الناس أو أهمزهم أو أقلل من شأنهم أو أن أبحث عن عيوبهم أو أن أتجسس عليهم أو أن سبحان الله أحط من أقدارهم أو أن أستشعر أن سبحان الله أنا أفضل منهم في سريرتي. للأسف أنا أعقل، أنا أذكى، أنا أفضل، أنا أحسن سلوكا. لا، كل هذا لا. يعني شوف، يعني يقال إن من أفضل الناس الذين يرون الخير في الناس. هذه أول إنسانة في التاريخ ترى وتستشرف بنور معين أو نور اليقين المعين اللي عندها، اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها. رأت في موسى خيرا عندما قالت: يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. موسى لم تراقبه سنة أو سنتين أو 20 أو 30 سنة، دي لحظات سقى لهما ثم تولى إلى الظل.
فجاءته تمشي على استحياء: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. يعني استشرب ما الذي أدراه، وطلع وأنه فعلا يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي. طلع قوي وأمين. من بعد ذلك؟ سيدنا أبو بكر لما رأى في عمر رضي الله عنه أنه خير من يتولى القيادة من بعد أو خلافة المسلمين، فنظرة مستقبلية. طيب أغرب من الخيال، آسيا امرأة فرعون، ما الذي أدراها أن هذا الرضيع فيه خير؟ قرة عين لي ولك. بما رأت بعين قلبها. إذا الإنسان نتيجة العبادة والنقاء وعدم الشكوى الكثيرة، يعني ما سمعنا شكوى عن آسيا امرأة فرعون من ظلم زوجها وفجوره وتكبره وكبريائه وادعاء الألوهية أبدا. هي أسلمت، وبعدين رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، وانتهت القضية. أما ليل نهار نشكو، ليل نهار، ليس هذا على الصراط المستقيم. أيضا من صار على الصراط المستقيم استقامت جوارحه. اليد لا تأخذ حراما، العين لا تنظر إلى حرام، اللسان لا يتكلم بما يوضع لي في ميزان السيئات، القدم لا تخطو إلا إلى مكان يرضي الله سبحانه وتعالى. الجوارح كلها في طاعة الله. لماذا؟ لأن القلب النقي يأخذ هذه الجوارح ويوظفها في المكان الصحيح. هذه بعض من العلامات. ثم أهم علامة أن كل صلاة أتذكر الدار الآخرة، أتذكر مالك يوم الدين، أتذكر عرصات يوم القيامة، أتذكر أنني قادم على الله، أتذكر أنني محاسب على صغير الأمر وكبيره، أن الله سبحانه وتعالى يعني يقول القرآن الكريم: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أنا لو وضعت مشهد يوم القيامة أمامي، والله سبحان الله، أولا لن أكثر الشكوى، لن أشعر أن هذا المرض قاتل لي أو هذا العمل الذي لم يفتح لي أبوابه. الدنيا لم تنتهي، الرزق لم ينتهي، الرزق ورزق ربك خير وأبقى. رزق الجنة إذا دخل الإنسان الجنة في لحظة ينسى كل هموم الدنيا. وإذا رضي الله على عبد وأوقفه بين يديه ليصلي يستشعر أنه استحضر كل نعم الله. يا بؤس من ليس له رب، يا بؤس من لا يصلي، يا بؤس من يظلم الناس، يا لبؤس الإنسان الذي يعني لا يريد أن يرعوه ولا يريد أن يتوب، ولكنه سادر في غيه، يكره العلماء ويكره العلم ويكره المحاضرات ويكره كلام الدين، ولا يحب إلا الفوضى والأغاني والرقص والهيصة. ونسأل الله أن يتوب علينا جميعا. هذه بعض من علامات تقول أنني على الصراط المستقيم. فاللهم اهدنا الصراط المستقيم يا رب العالمين. اللهم إن كنا يعني لسنا ليس الواحد منا أهلا لرحمتك، فرحمتك أهل أن تصل إلينا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.